والعمل. لا يكفي مجرد الأمل، لكن الأمل يحيي الكل. علينا أن نعيد النظر بجدية حقيقية في عملية التربية والتعليم، بالتفاؤل في قلب المحن. هي قطعا الأمة المنتصرة، وإن كان ينتابها بين فينة وأخرى شيء من الضعف. بالإصرار والصمود على طول الزمن. إخواننا في أراضي 48 وفي مدينة القدس وفي فلسطين كلها دورهم أن يبقوا في هذه المنطقة شوكة في حلق الصهاينة. لا يجوز لنا أن نعرضها على سوق التبديل، ولا على سوق التعويض، ولا على سوق التوطين. الدكتور محمد المجالي يواكب الأحداث بفكر إسلامي معاصر. برنامجنا على بصيرة، وعلى بصيرة ينبغي أن نكون في أمرنا كله على بصيرة. حصريا على الرسالة.